السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في مطبخ الست أصيلة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الكشري المصري، ومكوناته بسيطة جدا، اللي هي عبارة عن رز وشعرية ومكرونة، طبعا مكرونة خليط، مكرونة عادية اللي هي الخواتم، والمكرونة الاسباجيتي، وكمان عندنا هنا عدس بجبة اللي هو العدس البني، وكمان عدس أصفر، وعندنا هنا كمان طماطم وبصل وثوم مفروم والحمص الشامي. تمام. هنبدأ طبعا نعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنسلق 3 مكونات في الكشري بيتسلقوا، اللي هي المكرونة هنسلقها، والعدس البني، والحمص هنسلقهم ونخليهم على جنب. وبعد كده نعمل الرز اللي هو عبارة عن شعرية نحمرها، وبعد كده ننزل عليها بخليط الرز مع العدس الأصفر، وبعد كده نسيبهم يستووا ونعمل الصلصة بتاعتنا اللي هي عبارة عن توم مفروم. هندوبه في او نحمره شوية، نص تحميرة مع الزيت، وبعد كده ننزل عليه بالصلصة او الطماطم اللي هي مضروبة في الخلاط وتتسبك كويس. طبعا هنحبشها بملح وكمون وسنة شطة، وكمان هنعمل التقلية اللي هي بيسموها في المحلات الكشري الورد، اللي هي عبارة عن بصل متقطع جوانح او شرايح، وهننزل عليه، يعني هننزل بيه في زيت غزير كأننا بنحمر بطاطس. هننزل نحمره في زيت، هننزله في زيت غزير كأننا بنحمر بطاطس، عشان يطلع مقرمش معانا. في تكة بقى لازم نعملها عشان تطلع البصلاية مقرمشة معايا. لما نقطع البصل لازم هنقلبه مع شوية دقيق او شوية نشا مخلوطين بملح عشان يطلع معايا البصل مقرمش. تمام. نبدأ بقى نعمل الكشري بتاعنا بإذن الله النهاردة، ونشوف أول خطوة هنعملها ايه. المكرونة خلاص اتسلقت، خلاص كده الحمص استوى، وضفت عليه الملح والكمون والشطة. طبعا انا ما حطيتش الكمون من الاول، خصوصا الكمون يعني عشان لما بيغلي كتير مع الحاجة بيدي مرارة، فانا مرضتش اضيفه غير في الاخر عشان يبقى طعم الحمص بتاعنا كويس وما يبقاش فيه مرارة. ادي الرز بيستوي، الرز بالخلطة بتاعته، العدس والعدس الجبة والعدس الاصفر والشعرية. الصلصة اهي بتستوي بتتسبك. البصل بتاعنا بقى بالشكل ده، قطعناه جوانح وضفنا عليه شوية دقيق وشوية ملح، وهنبدأ نحمره. نبدأ نحمر البصل في زيت غزير كأننا بنحمر بطاطس. أول ما يوصل للون الذهبي نبدأ نشيله عشان ما ينشفش معانا وعشان ما يمررش ولونه يبقى مش حلو. وخلاص كده الكشري بتاعنا بقى جاهز. ده طبق الكشري، وده طبعا دي الصلصة، وده البصل مقرمش وجميل ولونه حلو، ودي الدقة، وده طبق جانبي كده او اضافي حلبسة، اللي يحب يزود على الكشري منه او ياكل حلبسة كده لوحدها. تمام. بالنسبة للصلصة، طبعا احنا بعد ما ضربنا الطماطم بتاعتنا في الخلاط، جينا بقى حطينا شوية زيت في الحلة، ويدوب يعني دوبنا الثوم، او يعني قلبناه شوية في الزيت، وبعد كده نزلنا عليه بالطماطم بتاعتنا تتسبك، ونضيف لها الملح والكمون والشطة بتاعتها، وكده تبقى الصلصة جاهزة. بالنسبة للبصل، طبعا احنا قطعناه جوانح وجينا حمرناه في زيت غزير زي البطاطس، زي ما بنحمر البطاطس بالظبط، بس قبل ما نحمره بنقلب معاه شوية دقيق وشوية ملح عشان يقرمش ويبقى زي بتاع المحلات.
دي طبعا الدقة عبارة عن مية مغلية. بنغلي شوية مية، مثلا حوالي كوبايتين مية، بنحط عليها الملح والكمون والشطة بتاعتها يغلوا، ونقوم ضايفين يعني معلقة صلصة طماطم، او اللي مش بيحب يعني صلصة الطماطم او طعم الطماطم في الدقة، ممكن يضيف بابريكا اللي هو الفلفل الحلو. بودر، بتبقى عبارة عن بودرة كده من عند العطار، بتضيفيها وتدي لون للدقة بتاعتك. تمام. بتضيفي بقى كمان توم مفروم، وكده الدقة تبقى تمام جاهزة. تمام. دي التحابيش اللي دايما بتبقى مع الكشري في المحلات، او لو تحبي تعمليه في البيت. اللي يحب بقى شطة زيادة ممكن تضيفي شطة زيادة في الصلصة او في الدقة، او ممكن بقى تضيفي حاجة او تحطي جنب الاكل حاجة اللي هي الشطيطة، هوريها لكم دلوقتي. اللي يحب بقى الشطة زيادة في الكشري، في بقى ممكن نحط جنب الكشري شطيطة او هريسة الشطة، ممكن نضيفها جنب الاكل لو حد يحب الاكل حراق شوية. ده البطرمان ده انا كنت عاملاه من قبل كده، عبارة عن اللي هو الفلفل القرون الحمراء مع قوطة. الهريسة ان شاء الله هنبقى نعملها مع بعض في حلقة منفصلة، هتعجبكم قوي. خلاص كده الكشري بتاعنا جاهز. تابعوني في حلقات الجاية ان شاء الله، هنقدم لكم كل جديد. اعملوا سبسكرايب واعملوا لايك للفيديو، وشيروا الفيديو او شيروا القناة ما بين اصحابكم وعرفوهم بينا. يا رب يكون الكشري عجبكم، ونتمنى باذن الله ان احنا نقدم لكم كل جديد، وتكونوا متابعين معانا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله.